السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير كده بقى. وشوفوا معايا المنظر بتاع النهارده. صعب جدا، عندي غسيل كمية مواعين رهيبة. زي ما انتم شايفين. انا اعتقد ان كل فترة كده بتجيلي الحالة دي، يعني اكسر على المطبخ يومين والاقيه بالمنظر ده. بس بصراحة انا ما كسلتش برضو، انا كنت بنزل. كانت الدنيا كلها بالشقة بكل حاجة مكركبة، والمطبخ اتكومت فيه المواعين بالشكل ده. كنت بعمل الاكل وانزل، بصوا منظر البوتاجاز ولبن مكبوب ورز مكبوب، وصعب صعب صعب جدا يعني. بس ان شاء الله هسهل على نفسي، وهتشوفوا الفيديو معايا ان شاء الله يكون فيديو تشجيعي ونتشجع مع بعض. بعد كده يا بنات، اول حاجه بقى فكرت ان انا اعملها ان انا فضيت الحوض. الاول بدات افضي في الرخامه جزء كده منها، بحيث ان انا شلميت الالومنيا كلها مع بعض وحطيتها على البوتاجاز، وبدات افضي جزء صغير من الرخامه عشان اقدر اطلع حاجات من الحوض وابدا احط على الرخامه برضو. واخدت كل الكوبايات وكل الاطباق مع بعض، وهبدا بقى ان انا اغسلهم. بس بصراحة استخدمت السلك في الغسيل، ما استخدمتش الليفة. علشان طبعا كان بقالها يومين المواعين وكده، فعايزة ان انا احس بنظافة اكتر، فالسلك هتنضف معايا احسن وانضف. وبدأت بقى استعنت بالله واستخدمت مية دافية، علشان المية الساقعة بحس ان هي في الشتاء بتكسلني، مع ان الجو حلو. بس برضو استخدمت المية الدافية علشان برضو تنضف معايا كويس في المواعين في الشطف وكده. وبدأت بقى ان انا اخد الكوبايات كلها ورا بعض على طول كده، وهتخلص منها، لان هي الحاجات دي لما بتخلص بتبقى عاملة كركبة كتير كبيرة، يعني غير لما بيبقى فيه حلال، فيه بلاستيكات، فيه حاجات زي كده. كده خلاص اتخلصت من الكوبايات، وكمان شطفتهم وحطيت اللي حطيته في المطبقية، والباقي حطيته في الحامل بتاع المجات. ونزلته على الارض علشان يصفي مع نفسه كده، وعشان برضو ما تبقاش الرخامة عليها حاجة زحمة. هبدأ دلوقتي بقى ان انا ابتدي اغسل في الاطباق واحدة واحدة كده، وهم دول كل الاطباق يعتبر اللي موجودة كانت في المواعين كلها. ما كانش عندي اطباق في المطبخية، انا مش مطلعه اطباق كتير، انا مطلعه على قد الاستخدام بتاعي، من كل حاجة تلاتة 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 بس. بس كده بشطف بقى الاطباق لو في حاجة لازقة فيها او حاجة، عشان إن السلكة بتاعتي تفضل نظيفة، وعشان برضو ما اخدش من هنا احط هنا. بس انا هنا في الاطباق بدأت احط الليفة بقى تحت فوق السلكة عشان اغسل اسرع برضو. والطبق بيبقى كبير، يعني انضف بسرعة. وبرضه باستخدم المية الدافية. عايزة اقول لكم والله ان كل فترة كده بتحصل حاجة زي كده، بيتكوم المواعين وبتتكوم الحاجة، وشغل المطبخ بيتكوم كله على بعضه. بس الحمد لله بنقدر نتخلص من الموضوع ده بسهولة. بعد ما خلصت على طول الاطباق والكوبايات، في الاول خدت وراهم بقى كميه المعالق بالمغارف بكل حاجه كده زي ما انتم شايفينها قدامكم، بالمصفى اي حاجه صغيره خدتها. وبالمره بقى ايه، ما كانش عندي ولا معلقه نضيفه خالص، ولا شوكه ولا سكينه ولا حاجه. فخدت الحامل بتاع المعالق ده معايا بالمره. هغسله وهشطفه، وهبدأ كل اللي اغسله واشطفه واحطه فيه على طول. كان ساعات برضو بستخدم الهون في ان انا بحط فيه، بغسله هو الاول يعني واسيبه مغسول، واحط فيه كل الحاجه اغسلها فيه. ولما ارجع اشطف بحط برضو في المعالق. الصفايه دي احلى حاجه فيها ان هي فيها الجزء اللي تحت ده، يعني بصفي فيها، والميه باخدها اكبها بعد شويه بعد ما يصفي ويخلص. غسلتها وشطفتها كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى ان انا اغسل، واللي هيتعلق على الحامل اللي على الحيطة من المغارف دي هحطها. والباقي هحطه بقى في بتاعة المعالق. برضو الحاجات الصغيرة دي احلى حاجة ان هي سهلت عليا في الاول، لانها بتاخد وقت شوية، غير بقى زي ما قلت لكم الحلل والحاجات اللي هي بتبقى كبيرة دي ما بتاخدش وقت. خدت كل الصغير في الاول ينجز معايا ويريحني ويفضي عليا مساحة. بعد كده على طول يا بنات، دي البلاستيكات ودي علبة الملح فضيتها عشان اغسلها، عشان كانت وسخة شوية. وكده انا بدأت اخلص.
كده الحمد لله يا بنات انا بدأت ان انا انجز بقى الرخامة كده، فضيتها خالص وكل المواعين لميتها في الدولاب ومسحت الفرن، ودول حاجات بسيطة بس اللي فاضلة في الحوض. هسيبهم زي ما هما كده، وهنزل انضف الظرف بتاعة الدولاب من بره. برضو هستخدم الكنترول ده، وهبدأ ان انا ارش على الضرفة من بره واسيبها شوية، وبعدين ارجع بليفة فيها بريل هدعكها وانشف بقى وامسح بالفوطة. وعايزه اقول لكم ان في فرق بين الرخامه ما بين الدولاب عندي من فوق، ده برضو بيدخل فيه ميه وبيدخل فيه حاجات. بصوا الدولاب عامل ازاي من تحت. انا مش هكنس الارض لسه، ما كنستهاش، هكنسها في الاخر خالص بعد ما اخلص كل حاجه. هاخد الفرشه احطها في البلكونه شويه او هسيبها ممكن لتاني يوم، وهبدا ان انا اكنس الارض. كده خلاص يا بنات انا يعتبر خلصت خالص، بس هعمل لكم فيديو البوتاجاز في فيديو لوحده منفصل عشان تشوفوا انا عملت ايه فيه ونضفته ازاي واهتميت بيه ازاي. كده خلاص خلصت كل حاجة، والدولاب ومسحت الارض، وكنت حاطه الفرشة في البلكونة. جبتها بقى من البلكونة، وبصوا الدولاب نضف ازاي من بره. طبعا الجزء ده بالذات بيبقى تحت الحوض عندي بيتوسخ بسرعه، وكمان مسحت الدولاب من فوق. وده شكل البوتاجاز بعد ما نضفته وقشرت العيون بتاعته، كان لونها ذهبي. خلصت خالص، وان شاء الله هقول لكم الفيديو انا بلمع البوتاجاز بايه بعد ما اغسله. دي اللي هي الطرابيش بتاعه العيون، هي اسمها كده على ما اعتقد يعني. لونها اتغير خالص واتبهدلت، ان شاء الله هحاول ان انا اشوف زيهم عند الراجل واغيرهم. كده خلصت خلاص المطبخ الحمد لله. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.